فوز الكاميرون، يعني أول نتيجة عدم فوز الكاميرون، تعادل أو خسارة الكاميرون. المباراة الثانية يجب أن تفوز المغرب على زامبيا وتفوز الكونغو الديمقراطية على تنزانيا. المغرب يجب أن تفوز على زامبيا حتى لا تمنحها من الوصول إلى 3 نقاط، والكونغو الديمقراطية يجب أن تفوز على تنزانيا أو السلام عليكم خوتي العزاز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم اصدقاء. انكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى انكم تكونوا مزيان في افضل احوالكم. اصدقاء كيف ما شاهدتوا معايا في البدايه ديال الفيديو، فيديو جديد نتمنى الى الاعجاب ديالكم مع الاصدقاء. في البدايه كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل والتشجيع ديالكم لينا من خلال الكومونتير الزوينه ومن خلال اللايكات اللي كتخليو لينا في الفيديوهات ديالنا، فكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل. فمن خلاله حنايا كنزيدوا نستمروا ونقلبوا لكم على فيديوهات جديده اللي كتصب في نفس المحتوى. وشكرا لكم بزاف اخوتي المغاربه. باش ما نطولش عليكم خليكم تشاهدوا هذا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو ان شاء الله. فوز الكاميرون، يعني أول نتيجة عدم فوز الكاميرون، تعادل أو خسارة الكاميرون. المباراة الثانية يجب أن تفوز المغرب على زامبيا وتفوز الكونغو الديمقراطية على تنزانيا. المغرب يجب أن تفوز على زامبيا حتى لا تمنحها من الوصول إلى 3 نقاط، والكونغو الديمقراطية يجب أن تفوز على تنزانيا أو تتعادل معها. نعم. ويجب على مالي أن تفوز على ناميبيا، ويجب على جنوب افريقيا ان تفوز على تونس. يعني والله اسمح لي يعني ثلاث سيناريوهات ممكن يعني. لا 5 مباريات، يجب هذا يفوز على هذا، يجب هذا يفوز على هذا، يجب هذا يتعادل مع هذا، يجب هذا، يعني حسابات وغموقات. كوت ديفوار في موقف صعب وصعب للغايه. من اوصلهم الى هذا؟ هم اللاعبين والمدرب وكل المجموعه اللي كانت موجوده تماك، خاصه انهم بداوا البطوله بفوز سهل على غينيا بيساو. بصح الاداء كان ينذر بانه كوت ديفوار هناك شيء ما نعم. لا يسير على نعم. ما يرام. الاداء كان هزيل، فازوا صحيح 2-0، ولكن الاداء كان هزيل جدا مقارنه بنوعيه الاسماء التي كانت حاضره فوق ارضيه الميدان. لذلك اعتقد ان صفاره الانذار اطلقت منذ المباراه الاولى امام اضعف فريق في البطوله. نتحدث عن غينيا بيساو. صراحه خلال المباراه الاولى غينيا بيساو لم يظهر بشكل جيد، وظهر بالشكل ضعيف صراحه، وهو حسب رايي اضعف فريق منذ انطلاق كاس افريقيا الحاليه. ولكن اخي محمد، سيناريو مجموعه مصر انا نظن يساعد الكوت ديفوار. انا شخصيا اتوقع الكوت ديفوار ممكن راح يتاهل، لان ازاحه غانا وثالث مجموعه مصر، لانه في احتمالات لما نشاهدوا مثلا انهزام ناميبيا امام مالي او تعادل او انهزام تونس، نظن هذا ممكن يوقع. أكيد. وايضا انهزام ناميبيا، انهزام زامبيا او تعادل او انهزام تنزانيا، هي ايضا سيناريوهات ممكن توقع. انا اتوقع الكوت ديفوار مازال راح يبقى في المنافسه. لكن السيناريوهات اللي رانا نتوقعوها هي اللي ما يستاهل. نعم نعم. نسور نيجيريا امين فازت اليوم وتاهلت في الوصافه. نعم، ولو انه الاداء ايضا اللقاء الثالث نفس المستوى اللي ظهر به منتخب غانا خلال اللقاء الاول. وفي اللقاء الثاني امام مصر يا امين كانوا متقدمين ثم تعادلوا، واليوم كانوا متقدمين ثم تعادلوا. اعتقد بان ضربه الراس الاخضر اوجعتهم كثيرا في بدايه المنافسه. قلت لك انه هذه الدوره دوره استثنائيه ودوره غريبه صراحه من حيث نتائج المباريات، من حيث سيناريوهات اللقاءات. شفنا المنتخب المصري كيف كان متأخرا، عادل ثم سجل هدف التقدم في آخر الدقائق المضافة. بعدها في آخر أنفاس الدقائق المضافة المنتخب الرأس الأخضر يعود ويسجل هدف التعديل، ورغم ذلك مصر تتأهل. يعني سيناريوهات غريبة عجيبة لم نشهدها أبدا طيلة التاريخ في كأس إفريقيا. قلت لك هذه مرشحة لأن تكون أحسن كأس إفريقيا عبر التاريخ، مرشحة لأن تكون إذا تواصلت نفس السيناريوهات طبعا. وهذا ثاني يعطينا درس، مباريات اليوم يعطينا درس بأن نضع أرجلنا على الأرض وأن لا نستبق الأمور في مباراة موريتانيا. يعني صراحة سمعتكم قبيلة تتكلموا، وحتى الكثير قطاع كبير من الجماهير الجزائرية يعتبروا أنه الفوارق شاسعة جدا بين المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني. لذلك مسألة الفوز والتأهل محسومة قبل بداية المباراة. الأمر سيكون صعبا جدا. المنتخب الموريتاني سيلعب حظوظه إلى آخر دقيقة. وعلينا
أن نكون حاسمين من أي فرصة، من أي نصف فرصة تسنح لنا في هذه المباراة. علينا أن نسجل، علينا أن نرفع غلتنا من الأهداف ونتجنب أي مفاجأة جديدة في هذه المباراة. أذكر فقط بأنه بالنظر إلى نتائج مباريات اليوم، المنتخب الوطني الجزائري حتى في حال تعادله أمام موريتانيا سيتأهل رسميا مع أحسن الثوالث. حتى في حالة التعادل نصبح ب3 نقاط. لدينا مجموعة فيها كوت ديفوار صاحب المركز الثالث هو كوت ديفوار ب3 نقاط لكن بفارق أهداف هزيل جدا، ناقص 3. ولدينا مجموعة اليوم صاحب المركز الثالث هما غانا والموزمبيق لديهما نقطتين. إذن رسميا هذا يريح جمال بالماضي، يريح أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي. التعادل فقط يؤهلنا رسميا مع أحسن الثوالث. إذن يجب أن نلعب من أجل الفوز، من أجل التأهل في الصدارة أو في الوصافة. ولكن أخي محمد كما تفضل الآن، يعني حتى موريتانيا الآن تفوز تتأهل رسميا. نعم، يعني حتى موريتانيا راح يكون عندها حافز الآن، نعم. لأنها ثالث مجموعة الجزائر رسميا يتأهل. ما لازمش تبحث عن التعادل. نعم طبعا، ما تخليش فخ طبعا تكتفي بالبحث عن التعادل فقط، تلعب من أجل التعادل، بعدين يجيك الهدف الفوز من موريتانيا في الدقائق الأخيرة. أنا نشوف أهداف كثيرة في الدقائق الأخيرة في هذه الدورة، لذلك علينا أن نقاتل من أجل الفوز ولا شيء آخر غير الفوز. بعدها كي تنتهي المباراة حتى إن تعادلنا لا قدر الله ما عليش نطلعوا. في المجموعة الأولى غينيا الاستوائية تهين كوت ديفوار، تهين الفيلة في عقر دارهم بهزيمة تاريخية. لو سألكم أي شخص يعني قبل بداية المباراة عن توقعاتكم، من دون شك ولا أحد في العالم كان يرشح غينيا الاستوائية للفوز برباعية تاريخية. ممكن تفوز غينيا الاستوائية، تخطف هدف، تفوز بنصف هدف، تفوز بلقطة فار، تخطف ركلة جزاء، تخطف ركنية مخالفة، لكنها تسيطر بالطول والعرض على المباراة وتفوز على كوت ديفوار ب4 أهداف، وكانت قادرة على تسجيل أهداف أكثر، وتخرج منظم البطولة من الدور الأول بنسبة كبيرة. الآن كوت ديفوار في غرفة الانتظار، سينتظر إلى غاية نهاية كل مباريات الدور الأول ثم نحكم إن كان سيتأهل أم لا. ماذا حدث في هذه المباراة؟ منتخب غينيا الاستوائية اللي يشهد تطور رهيب صراحة في رابع مشاركة على ما أظن. المشاركة السابقة وصل للدور ربع النهائي، عنده استقرار في الطاقم الفني، مدرب منذ سنة 2021 ويشرف على نادي على منتخب غينيا الاستوائية، يمتلك لاعبين يلعبوا كثيرا في اسبانيا نفس الطريقه تقريبا، انضباط تكتيكي رائع بالنسبه لمنتخب غينيا الاستوائيه، فيه تطور. الطبعه الفارطه انهزم امام حامل اللقب منتخب السنغال بصعوبه، ومنتخب يتحسن ويتطور كثيرا، خلق صعوبات لعديد المنتخبات القويه سواء الجزائر حتى فازوا علينا خلال كاس افريقيا الفارطه، حتى خلال في هذه المجموعه السيطره على المجموعه صراحه هو يتطور منتخب غينيا الاستوائيه. وسنواجه غينيا الاستوائيه تأهلنا في المركز الثالث رسميا، سنواجه غينيا الاستوائية. قاسي سعيد، مباراة تأرية بالنسبة لي. التاريخ يعيد نفسه. كوت ديفوار 84 خرجوا في الدور الأول، كوت ديفوار 24 ربما يخرجوا في الدور الأول. الضغط ما حملوش، محمد تكلمنا على الضغط في بداية الحصة. اللاعبين تاع كوت ديفوار ما حملوش الضغط هذايا تاع الجماهير وتاع الصحافة الإيفوارية، نعرفوهم باللي صعب جدا. ما حضروش كما لازم بالحال لهذه المباراه هذه. كما تكلم فارس غينيا الاستوائيه راهي في تطور. ونقول لك انا دائما نقول لك باللي اليوم في افريقيا ما بقاش منتخب ضعيف ومنتخب قوي. يعني الفرق قريب راهو تقارب كثير. نعم عمر، لما قلت نتيجه تاريخيه بالفعل هي نتيجه تاريخيه. تعرف يا عمر بان في تاريخ كأس افريقيا لم يسبق لاي بلد مستضيف ان انهزم فوق ارضيه ميدانه وفي عقر داره بنتيجه 4-0. اكبر هزيمه كانت لغينيا الاستوائيه 3-0 لما استضافت البطوله. ما عدا هذا البلدان المستضيفه يمكن ان تخسر 1-0 2-0 2-1 3، لكن 4-0 يعني كابوس 84 مثل ما قال قاسي سعيد عاد الى الاذهان. كوت ديفوار هؤلاء الفيل الضخام قد يخرجون من تحت الباب. بالضبط، وخاصه لما شوف محمد، الاصابات العضليه كاين كونتراكتور ما تطلبش وقت كبير، كاين الالونغاسيون اللي يطلب حوالي تمدد واحد اسبوعين تمدد عضلي. نعم، والتمزق 3 أشهر يقدر يروح اكثر من شهر. يعني عاود لي، عندنا التمدد حوالي 10 ايام،
التمزق وما عندوش تمزق عضلي. نعم. وعنده هذيك كونتراكتور، هو عقده تاع لي فيبر ميسكولار هذوك يتعقدوا، ما تطلبش وقت كثير، هذيك حوالي 4 ايام 5 ايام. اذا تبين في تشخيص اصابه محمد صلاح وحسب حاله اللاعب ايضا كيف يسترجع اللاعب. ونظن انه ربما فضلوا يبعثوه الى ليفربول لانه ليس في مصر اولا، وبالتالي ليس المنتخب المصري فضلوا انه يكون في احسن الاحوال ويعود بعد 10 ايام ان تاهل المنتخب المصري الى ادوار متقدمه. الى نصف نهائي. نعم. الى النهائي يتحدثون عن النهائي. يمكن نصف نهائي. الى النصف الصحافه المصريه تتحدث عن نصف نهائي. عودته الى المنتخب في مباراه نصف نهائي. الطريقه التي غادر بها مثل ما تحدثت هي اللي تطرح مشكل نوعا ما، لانه المدرب يعني هو من يعلن رحيل اللاعب الى ليفربول، هنا يطرح تساؤلات ومشكل بالنسبه للاتحاد المصري. ويورغن كلوب هو الذي اعلن على النهائي، يعني نعم. فيها اختلاف حتى حول موعد عودته. يورجن كلوب قال سيعود اذا تأهل المنتخب الى النهائي. المصريون يقولون نصف نهائي. اليوم صلاح كان في المدرجات على الاعصاب وكان يبحث في هاتفه النقال عن نتيجه مباراه غانا، عسى ان تكون هديه من الموزمبيق. يبقى محمد صاحب القرار هو محمد صلاح. اذا شاف روحه باللي شوفيه ما عليه الا يحكم الطائره ويمشي. هل انت مع سفر محمد صلاح او مع بقائه في المعسكر، خاصه انه القائد وبقائه حتى من الناحيه المعنويه، يعني بقاء المصريين في المنافسه؟ شوف محمد، اذا كانت البطوله تجري في مصر كنت انا اكون مع محمد صلاح يبقى في مصر لكي يعالج، ولكن في كوت ديفوار ربما ما كاش امكانيات، ولهذا اذا مشى لانجلترا ما كاش في كوت ديفوار امكانيات لتشخيص اصابه عضليه. باش تعالج ما هوش كيف محمد. الناس تمشي تداوي في اسبيطار في قطر، ولكن انا قلت لك صح. كيف ما شفتوا معايا اصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اصدقاء انكم تخليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات الى عجبكم الفيديو، خليو لنا اللايكات، كنشكركم بزاف اصدقاء على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم لينا. من خلاله كنزيدوا اننا نزيدوا نبحثوا ونقلبوا لكم على فيديوهات جديده، ومن خلاله كيخلينا اننا يحفزنا ويشجعنا من اجل اننا نزيدوا نستمروا في النشر على المزيد من الفيديوهات في نفس الكونتوني. وشكرا لكم بزاف اصدقاء، وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.